عليكم ومرحبا بكم في القناة. نتمنى يا رب تكونوا كلكم بخير وعلى خير، احوالكم واموركم مزيانه يا رب. دائما كما كنوعدكم الجديد وشي حاجه اللي بيا بسيطه، دائما كنتقاسم معكم التجارب ديالي في لي برودوي والاراء ديالي. قبل ما نبداو كنشكركم بزاف على التعليق ديالكم وكذلك اللايك ديالكم، وكنقول لكم ما تنسونيش من البارطاج باش هكا دائما تعمل فائده، وكنقول لكم كنحماق عليكم كاملين. اليوم غنهضر لكم على هذا البرودوي. كما كتشوفوا عندنا هذا الكريم لازاله الشعر ديبيليز، يعني غنقول لكم زوينه البنات، غزال. كتجربه ديالي هو زوين، جربته 2 مرات، عجبني، النتيجه واعره، ولكن غنصحكم يعني هو ماشي استعمال دائما كتستعملي كتعتمدي عليه. اول حاجه بالنسبه لي انا غنقول لكم مثلا امتى يمكن لك تستعمليه كما كندير انا. يعني مثلا جات لك واحد الخرجه اللي هي على غفله ومضطره انك مثلا تحيدي الدوفي، او انك تحيدي الزغب من شي منطقه من الجسم ديالك، ومع داكش الوقت ديري لاسير او تمشي للصالون او تحيديه بالخيط. هذا كيكون حل مثالي وسهل، ما فيش الام، ما كيديرش حميره، ما كيديرش تهيجات البشره. بالنسبه لي ما دار لي حتى حاجه في البشره ديالي. وبالنسبه لطريقه الاستعمال ديالو سهله، كتابليكي هذا البوماده على البلاصه اللي بغيتي، مثلا الدوفي كدير على الدوفي ديالك، كتخليه ما يفوتش 5 دقائق، من بعد كتمسحي بشي توب، كتحكي ديك البلاصه كتمسحيها، كيتحيد الزغب وكتغسليها. وحاجه اخرى، ما نغسلوش وجهنا بالماء اللي هو سخون، كنغسلو وجهنا بالماء اللي هو بارد. الا درتيها ما تعرضيش للاشعه ديال الشمس قبل وبعد، صافي. يعني بالنسبه لي انا ما كيدير لي لا تهيج لا والو، عجبني صراحه. كيليق مثلا شي وقت طارئ، انك مضطر غادا لشي بلاصه وبغيتي تحيدي مثلا الدوفي، او انك تحيدي الزغب من وجهك. ولكن انا ما ننصحش بالوجه كامل، بحكم انا ما جربتش الوجه كامل. يعني نخاف من الاضرار الجانبيه اللي ما انا ما عارفاهم الصراحه. مهم زوين، كينفع الوقت اللي هو كما قلت لكم كتوقفي عليه كتلقايه زوينه. بوماده تكون عندك في الدار. المهم هادشي اللي كان البنات، ونتمنى انني نكون فيدتكم بشي حاجه، وكنبغيكم وكنحماق عليكم.